التاريخ وانتهى، بل ينبغي 3 أيام ما نهجر بعضنا البعض. هذا رجل آخر اسمه سهل بن عبد الله التستري، هذا رجل من العباد العلماء الصالحين. سهل بن عبد الله التستري كان له جار مجوسي. شوف حنا نجيب أمثلة من يهود ومجوس وكفار علشان إذا كان هؤلاء لهم حقوق، فكيف بالمسلم؟ كيف بالمصلي؟ فكيف بجارك العربي المسلم الذي بينك وبين حقوق كثيرة؟ جاره هذا المجوسي، طبعا بيوت قديمة، كان في أجلكم الله حمام المجوسي أو الكنيف يسمى، كان في خرير، والخرير وين ينزل؟ ينزل في بيت سهل بن عبد الله التستري. شو مسوي سهل بن عبد الله؟ حاط له مثل القربة، مثل شيء تجتمع فيه هذه القاذورات والنجاسات، وما حد يدري في البيت. كل ليلة في الليل إذا نام الناس وامتلأت هذه القربة راح رماها برا البيت في مكان بعيد، دفنها، ثم رجع ووضعها مرة أخرى. ما قال حق جاره أبدا، ما علم جاره أنك تؤذيني. ولما اقتربت ساعة وفاته نادى المجوسي، قال لأولاده: نادوا فلان جاري. فجلس عنده، قال: يا جاري، كان من أمر بيتكم كذا وكذا طوال تلك السنين. قال: لم تخبرني؟ قال: لم أرد أن أزعجك، لكنني الآن ميت ولا أدري من يأتي بعدي هل سيصبر عليك أم لا، فإني أخبرك حتى لا يضيق الناس بك ذرعا. فبكى المجوسي، بكى المجوسي وقال: أنا لست على دينك وتصبر علي كل هذا الصبر؟ قال: أنت جاري. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دين بهذا الخلق أدخل ذلك المجوسي إلى الإسلام وذلك اليهودي إلى الإسلام. بل عبد الله بن المبارك أحد العلماء